انت بتذاكر ازاي؟ بتفهم من اول مرة ولا بتقعد تعافر في المذاكرة؟ النهاردة هنعرف شخصيتك في الدراسة حسب شهر ميلادك. في مفاجآت كتير في الفيديو، خليكم مكملين. يناير شهر 1، ده القائد الصامت. من اول يوم دراسة وهو ياس، بيحب النظام، بيذاكر بترتيب وبيحط لنفسه خطة وبيمشي عليها دايما. مش بيحب حد يقوله يعمل ايه لانه دايما سابق بخطوة. لو في امتحان هو أول واحد يخلص وأول واحد يراجع كمان. تعالوا بقى نخش على المبدع بتاعنا. شهر فبراير وهو شهر 2، ده المفكر الحر، بيذاكر بطريقته الخاصة. ممكن يذاكر وهو بيسمع موسيقى أو بيتمشى. مش بيحب الحفظ، بس بيحب يفهم ويحلل. لو المادة فيها مناقشة أو تفكير بيبدع جدا، بس لو حد ضغط عليه ممكن يقفل تماما. مارس، ده شهر 3، الفنان بتاعنا، بيذاكر وهو بيرسم أو بيكتب خواطر في الكشكول. مش بيحب الروتين وبيحب يذاكر في جو هادي وملهم. عنده خيال واسع يخليه يبدع في المشاريع، بس ساعات بيسرح في وسط المذاكرة. إبريل، ده شهر 4، المتحمس اللي بيحب يثبت نفسه. لو حد قاله مش هتنجح بيذاكر بس عشان يثبت العكس. بيحب التحدي وبيشتغل تحت ضغط. مش دايما منظم، بس عنده طاقة تخليه ينجز في وقت قليل جدا. مايو شهر 5، المزاجي الذكي، يوم يذاكر 6 ساعات ويوم ما يفتحش كتاب أصلا، بس لما يركز بيطلع أحسن نتيجة. بيحب يذاكر في مكان مريح، ولو المادة مش عاجباه بيأجلها لآخر لحظة. يونيو، ده شهر 6، الهادي اللي بيفهم بسرعة. بيحب يذاكر لوحده في مكان ساكت، مش بيحب الزحمة ولا الجروبات، بس لو حد سأله بيشرح ببساطة. بيفهم من أول مرة وبيحب يراجع على طريقته الخاصة. لو شهر ميلادك من يوليو لحد ديسمبر، استنى الفيديو اللي جاي عشان تعرف شخصيتك الدراسية. ما تنساش تكتب لي في كومنت انك مستني الفيديو اللي جاي، وصدقني هتتفاجئ مين بيذاكر في اخر لحظة ومين بيذاكر وهو بيضحك. لو عايز تحليل خاص بيك اكتب لي في الكومنت شهر ميلادك وانا هرد عليك بنفسي. ما تنساش تعمل لايك وشير، واستناني في الجزء التاني لان هيكون فيه مفاجآت اكتر.